تنموية متواصلة مترابطة، حلقاتها مبنية على الاستمرارية والتجديد والابتكار والتنسيق والانسجام والتتبع عن قرب للمشاريع المنجزة. فالناظور وكباقي أقاليم وعملات المملكة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورش عهد يشمل كافة المجالات، مبنيا على الثقة والشراكة والتشاور والتعاقد والاستمرارية وتحقيق الكرامة للفئات الضعيفة والفئات المحتاجة التي تعاني الهشاشة من أجل تقليص معدلات الفقر ومحاربة كل أشكال التهميش والإقصاء. بمركز فرخانة بالجماعة الحضرية بن نصار بإقليم الناظور أشرف جلالة الملك حفظه الله على تدشين مركز سوسيو تربوي متعدد الاختصاصات تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم. منشأة اجتماعية وتربوية تضم قاعات للتكوين ومحاربة الأمية والتدبير المنزلي والموسيقى والرقص والمسرح وحضانة وقاعة متعددة الاستعمالات ومكتبة وملاعب رياضية ومقصف ومرافق إدارية. ويسعى المركز الذي يستفيد منه 500 شخص ويندرج في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المساهمة في تنمية التنشيط الثقافي والرياضي على مستوى إقليم الناظور وتشجيع انفتاح النساء المستفيدات واندماجهن. ويعكس هذا المشروع الاجتماعي الهام حرص جلالة الملك حفظه الله على رعاية الفئات الاجتماعية في وضعية الهشاشة ولا سيما الشباب والنساء منهم. وقد تم تمويل أشغال إنجاز المركز الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1413 متر مربع في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب4 ملايين و700 ألف درهم ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية ب2 مليون درهم والمجلس الإقليمي للناظور ب2 مليون درهم ووزارة الشباب والرياضة ب250 ألف درهم والتعاون الوطني ب250 ألف درهم ووزارة التربية الوطنية ب50 ألف درهم. ويندرج إحداث المركز في إطار مقاربة تسعى إلى محاربة الأمية والإقصاء الاجتماعي من خلال النهوض بأعمال وأنشطة التأطير والتكوين والتحسيس، كما يروم المشروع تقريب الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية من سكان مركز فرخانة وتشجيع الإدماج الاجتماعي لمختلف الفئات المستهدفة. مركز يشكل نموذجا لمراكز عديدة مماثلة أنجزت بعدة مناطق من المملكة بالحاضرة كما بالبادية لتحقيق التنمية الشاملة، وهي تشكل ركيزة أساسية لبلوغ الأهداف المسطرة من التنمية البشرية، فهي احتفاء بالآمال المعقودة على المشروع الإصلاحي الكبير الذي يرعاه جلالة الملك حفظه الله والذي جعل المغرب ورشا كبيرا من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات العظمى وشعلة متوقدة من العطاءات الزاخرة. فبفضل الإرادة الملكية الراسخة والحرص المولوي الدائم والتتبع المستمر المباشر حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الأهداف التي رسمت لها منذ إطلاقها من طرف جلالة الملك حفظه الله سنة 2005 لتغدو بذلك تجربة رائدة ونموذجا